السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل افكار ووصفات للفطار، وكمان نقدر نستخدمها في الغداء او في العشاء زي ما انتوا حابين. لايك الفيديو واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ويلا بينا نشوف عملنا ايه الوصفات بتاعتنا. اول وصفه معانا احنا هنعمل العيش بالدقيق الحبه الكامله. تقدري تعمليه بالدقيق الابيض، تقدري تعمليه بدقيق الشعير، اي نوع دقيق عندك بتستخدميه تقدري تعملي بيه العيش ده. هي نفس الطريقه مفيش فيها اي اختلاف، ولكن بيفرق بس نوع الدقيق من التاني. تمام كده. بالنسبه لنسبه السوائل، انا هنا معايا سكر، معايا خميره، دي المقادير معاكم على الشاشه تقدروا تاخدوها سكرين، ومعايا كل المقدار ده بنحطه على بعضه ونبدا نعجن كويس جدا لحد لما يديني عجينه طريه ما بتلزقش في الايد وتكون متماسكه. هنغطيها بقى ونسيبها على جنب تخمر. بعد كده هبدا ان انا اجيب صينيه او مفرش او اي حاجه واحط رده. تمام، بنجيب رده ناعمه، وخلي بالكم في بعض العطارين بيبيعوا نشاره خشب حرفيا على انها رده. تمام كده، فنجيب من مكان موثوق فيه. بعد كده ببدا ان انا اقسمها، لو حابين توزنوه مفيش مشكله علشان يطلع كله نفس المقاس. بالنظر كده زي ما انا عملت برده مفيش اي مشكله. طيب لو لقيتي العجينه بتلزق في ايديكي، نقطه صغيره من الزيت او امسحي ايديكي مسحه بسيطه من الميه. تمام كده. نبدا ان احنا نعمل العيش. ما تقوليش مثلا العجينه طريه فزودي دقيق، لا، كل ما العجينه تبقى زي ما انت شايفه كده اللي هو طريه بتلزق خفيف، كل ما تطلع معاكي الرغيف ناجح وطري وخطير. هبدا ان انا اقسم العيش بتاعي واحطه على الرده زي ما احنا شايفين، وهغطيه وهسيبه يخمر تاني. تمام كده. بعد كده هبدا اخد اول واحده انا عملتها واحط رده فوق وتحت زي ما احنا شايفين كده، وهبدا ان انا افردها. خلي بالك صباعك ما يبصمش في الرغيف، مش هيرتفع معاكي. تخلي بالك ان انتي ما تفرديش جزء وجزء، لا، خلي بالك ان انتي ما تضغطيش قوي تخليه اللي هو ورقه. تمام، هيقلب معاكي على عيش صاج. خلي فيه روح شويه، يعني خلي فيه ارتفاع بسيط. تمام كده. بعد كده بكون مجهزه الطاسه بتاعتي. انا هنا هعمله على الطاسه على البوتاجاز، تقدري تعمليه في الفرن، بس بصراحه انا بحب اللي بيتعمل على الطاسه، بالنسبه لي بيكون اسرع. طاسه سخنه جدا نخلي بالنا، وهنحط الرغيف مش هنكمل ثواني ونقلبه على الناحيه التانية. ما تحطيش الرغيف وتسيبيه علشان هيبدا يسكع معاكي ومش هيرفع معاكي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، مفيش ولا رغيف ما رفعش معانا. هنبدا ان احنا نحط العيش لحد ما يستوي ونقلب على الجهتين لحد لما ياخد سوا. ما تخافوش مش هيتحرق منك من ارتفاع درجه الحراره. تمام كده. طيب زي ما انتم شايفين في رغيف اهو مرضيش يرفع من الجنب، عادي انا مش هسيبه، مش هقول مثلا ما رفعش خلاص، لا. بيبقى ايه المشكله؟ ممكن يكون خرم منك خرم صغير، فبالتالي البخار بدا ان هو يطلع من الخرم ده، فمش هينفع ان انت تعمليه. فكل اللي انت بتعمليه زي ما انا كنت بعمل كده، بتضغطي اهو، بصي بقول لك اهو، بصي بتضغطي ضغطه بسيطه بسيطه بسيطه، ما تدوسيش جامد عشان يعني هو بيبقى عجيب من جوه لسه، عشان هيلزق في بعض مش هيعلى معاكي تاني. ضغطه بسيطه اللي هو بتزق الهواء السخن الناحيه التانية، فبيرفع معاكي زي ما انت شفتي بالشكل اللي احنا شفناه ده. شايفين العيش طري خطير بجد بجد، وصفه ناجحه في منتهى الجمال. لو انت بقى العيش خلص من عندك، محتاجه تعملي شويه عيش صحي كده لنفسك او للبيت، تقدري تعملي الوصفه الجميله بتاعتنا دي. او عايزه تعملي فطار بقى يبقى كله طازه في طازه، بجد خطير. يلا بقى على الوصفه اللي بعد كده، بجد خطيره خطيره. لو عملتيها جنب اي اكل، مش لازم بقى الفطار، جنب فطار، جنب غدا، جنب عشاء، حاجه كده في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف البتنجان القمر بتاعنا ده عملناه ازاي. هتجيبي بتنجانيه حجمها يكون محترم كده، ومش شرط تبقى كبيره، عادي ممكن تجيبي اي نوع بتنجان عادي مفيش مشكله. تقدري تقشريها وتقدري تسيبيها زي ما انا سبتها كده. تبداي تقطعيها كلها يعني نوعا ما مش تخينه قوي علشان ما يشربش منك زيت اوفر، ومش رفيعه قوي عشان ما يتحرقش منك ويبقى ناشف. تمام كده. هبدا ان انا اقطعها زي ما احنا شفنا كده. شايفين السمك بتاعها والارتفاع بتاعها. اول حاجه هجيب الزيت الاول. عايزه اقول لكم ان هنا انا مش هحط الزيت كتير بقى وتحمير عميق بقى وحاجات، لا، انا مش عايزه زيت كتير، انا عايزه الزيت زي ما انتم شايفين كده واصل لحد نص البتنجانيه، مش عايزه البتنجانيه تبقى مغموره بالزيت. تمام. وهبدا ان انا احط البتنجان بتاعي يتقلي زي ما احنا شايفين. معايا ايه؟ معايا فلفل متقطع، معايا مكعب توم، معايا طماطم متقطعه وطماطم معصوره. تمام كده. وهبدا احط معلقه صغيره من الزيت وهقلبهم كويس قوي مع بعض، واحطهم على البوتاجاز على الهادي. انا هنا عايزاهم يبقوا على الهادي عشان عايزاهم ينزلوا ميتهم، عشان هو ده اللي هيعمل معايا صوص. تمام. حطيت لهم كده شويه صغيرين من الزيت. هتحطي بقى الخلطه بتاعه البتنجان اللي بنحطها، تحطي عليها ملح، فلفل، لا سوري، ما بنحطش فلفل، ملح، كمون وكزبره.
3 حاجات دي فقط لا غير. شايفين هو ده اللي انا بقول لكم عليه، على نار هاديه عشان انا عايزاها تنزل الميه بتاعتها وتعمل معايا صوص زي ما احنا شايفينه كده. اي بقى حاجه خضراء عندك بتكون خطيره، طعمها تحفه رهيبه. تقدري تعصري عليها كده عصره ليمون من على الوش زي ما انت حابه، تقدري تقدميه كده مع شويه من الملح والكمون بيكون خطير برضو، بس تجربيه بالدقه دي بتكون رهيبه. تعالوا بقى نعمل وصفه عايزه اقول لكم من الحاجات الخطيره اللي تقدري تعمليها كسناك كده للولاد، تقدري تعمليها بديل الشيبسات اللي عليها مواد حافظه وبلاوي. بجد صوت خرمشه وحرفشه خطيره خطيره خطيره. يلا بقى نشوف عملناها ازاي. بجد وصفه فظيعه. زي ما انتم شايفين عملنا كميه كبيره جدا من بطاطسايه صغنطوطه، اللي هو اللي احنا شايفينهم دول هما 2 صغيرين جدا، فلما تيجي تعمليها هتبقى واحده حلوه كده. تمام، يبقى انت هتجيبي اي كميه بطاطس انت عايزاها، مش لازم البطاطس الكميه اللي انا عاملاها. تمام، بس خلي بالنا ان هي بتعمل معاكي كميه كبيره قوي وانت هتملي بقى اللي هو ايه ده. فخليكي بقى في زي ما انا عملت كده 2 صغيرين او واحده كبيره. كل اللي انا عملته هجيب ميه فقط لا غير، بدون ملح بدون اي حاجه. تمام، هسلقهم كويس جدا وهبدا ان انا اهرسها زي ما انتم شفتوا عشان يسهل معايا. بعد كده بنبدا مرحله العجن. تحطي توابلك اللي انت عايزاها، تجيبي بقى بهارات بطاطس جاهزه مفيش مشكله، تحطي زي ما انا حطيت كده شويه ملح، فلفل اسود، تحطي رشه بابريكا، تحطي بقى جبنه رومي مبشوره بقى بس بشر ناعم جدا، تحطي اي حاجه انت حباها. تجيبي اطعم بقى بطاطس من بره تقسميها كده اجزاء وتحطي كل جزء فيه طعم برضو حاجه ترجع لك. تمام كده. انا هنا جبت نشا. النشا هنا على حسب البطاطس بتاعتك شاربه ميه كتير ولا قليل ولا ايه يعني ايه ظروفها. تمام كده، بس مبدئيا كميه البطاطس اللي طلعت معايا خدت معايا نص كوبايه من النشا. تمام كده، لحد ما تديني عجينه زي ما انتم شايفين كده. انا عايزاها عجينه، شايفين مفيش اسهل من كده. كل اللي انا بعمله بفرد، بعمل رول، ببصم زي ما احنا شفنا كده. زيت سخن جدا. انا هنا لما حطيت واحده في الاول لقيت الزيت مش سخن فاستنيت شويه. تمام، احنا هنعمل ايه؟ زيت سخن لحد الزيت ما يسخن قوي تبداي تنزلي بالكميه بتاعتك، بتكوني مجهزاها كده جنبك، بتبداي تحمري فيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هتلاقوها نفخت شويه، ده عادي جدا، هي مش عليها اي مواد رفع ولا عليها اي حاجه، هي هتنفش لوحدها. بس الطعم بقى دي حاجه بترجع لك. ممكن ما تحطيش اطعم وتعمليها ساده زي ما انا عملت كده، وتبداي ان انت تحطيها وترشي بقى عليها الاكياس الاطعم اللي انت عايزاها. تمام كده، هي بقى بتبقى مع الصوص كده. انا هنا عملتها مع صوص زبادي، تقدري تقدميها مع مايونيز، تقدري تقدميها مع اي صوصات انت حباها، تقدري تقدميها مع جبنه كريمي، اي حاجه انت حباها تقدري تقدميها معاها. وصفه جميله تنفع كده للسهرات للاجازات، بجد خطيره، جربوها هتعجبكم. صوت خرفشه كان نفسي بجد تبقوا معايا وتدوقوا الطعم، تسمعوا القرمشه خطيره، هتعجب الولاد جدا لان الولاد بيحبوا الحاجات دي. يلا بينا على معشوقة الجماهير، الطعمية، اللي هي بجد وصفة سهلة وبسيطة بس محتاجة شوية تريكات صغنطوطة. معايا هنا الفول المدشوش اللي احنا بنقول عليه مدشوش اللي هو متقشر يعني، منقوع ليلة كاملة، منقوع ساعتين 3 عادي جدا زي ما انت حابة. بعد كده معايا خضرة، يبقى لو في كرات. تمام، هتحطي بقى كزبرة، تحطي بصل، تحطي توم. فهنا انا هبدا ان انا اطحن عادي جدا، باخد جزء من الفول واخد جزء من الخضره وابدا اضرب بالهاند بلندر. تقدري تحطيه في الخلاط بس بتحطي معاه نسبه بسيطه من الميه عشان تحرك معاكي الخلاط وما تكتريش، بس انا شايفه ان الهاند بلندر احسن. بصوا الهاند بلندر بفضل يعني اعمله اللي هو الطريقه اللي انتوا شايفينها، اللي هو بطلع وانزل اطلع وانزل. الجزء الاولاني انا عملته كله بالهاند بلندر وبياخد معاكي وقت شويه بس عادي مفيش اي مشكله. طيب الطعميه لما بتيجي تستخدميها، لو انت بقى عندك مضرب بتاع بيض اللي هو المضرب الكهرباء بتاع البيض ده، تقدري تعملي بيه، بيديكي نفس الافكت بتاع المحلات الطعميه اللي بره، بتبقى هشه كده وخفيفه وحلوه. لو مفيش مشكله بتبداي ان انت تعملي الحركه اللي انا عملتها اللي هو بالهاند بلندر زي ما انتوا شفتوا كده، ببدا ان انا ادخل فيها هواء. طيب هنا دي كان مايونيز، معايا هنا سلطه حطيت عليها سماق، جربوها بالسماق خطيره. وبدات ان انا شايفين الطعميه من جوه خطيره مفرغه كده وما فيهاش اي حاجه، ولا بقى حطيت عليها بيكنج باودر ولا كربونات ولا اي حاجه من الحاجات دي. السندوتش ده كان طعمه خطير بجد تحفه. تقدموها بقى زي ما انتوا عايزين، تقدموها مع الفطار باي طريقه انتوا حابينها.
تقريبا دي اخر وصفة معانا، وهي البطاطس الجمبري. كل الوصفات اللي احنا قدمناها النهارده هتلاقوها في محلات الفول والطعمية، بتتباع منها كميات صغنطوطة بمبالغ قد كده. احنا هنعملها في البيت الانضف والاحسن. معايا هنا الدقيق، طبعا الكمية بتعتمد على انتوا عاملين بطاطس قد ايه. هنا كيس تتبيلة البطاطس اللي هي الطعم ده هحطه، طبعا تجيبي اي طعم انت حباه. معايا هنا دقيق، كل كوبايه دقيق عليها معلقتين كبار من النشا. تمام. تحطي بقى التوابل اللي انت حباها. انا هنا حطيت تتبيله البطاطس اللي انتوا شفتوها دي. انا هعمل ايه؟ هعمل كده ايه، رو خفيف، يعني اللي هو مش عايزاه ميه ومش عايزاه تقيل. تمام. اللي هو يمسك على البطاطسايه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، او بالقوام اللي احنا شايفينه ده. والله لو انت لقيتيه خفيف معاكي بتزودي شويه من الدقيق، لو لقيتيه تقيل معاكي بتزودي شويه من الميه. تمام. الموضوع ما فيهوش اي يعني ايه مقادير ولا حاجه. معايا هنا ايه، معايا برضو هنا ناشف دقيق، برضو نشا، وهحط انا بهارات بقى من عندي. تقدري تجيبي اكياس بهارات برضو وتحطي. حطينا هنا ايه، حطيت كركم، حطيت فلفل، ملح، بابريكا. تقدري تحطي اي توابل انت عايزاها. بعمل ايه، بحط البطاطسايه في الرول اللي انتوا شفتوه ده، وببدا ان انا كاني بقلب فراخ بالظبط. شايفين التجزيعات دي هتعمل في الاخر بقى حرمشه وحرفشه. الافضل بقى من اللي انا بعمله ده تجيبوا علبه، تجيبي علبه كده بغطا، تبداي تحطي البطاطس في الرو اللي احنا عملناه، وتبداي ترصيها في الدقيق، وتمسكي العلبه وتغطيها وترجيها. هتبدا ان هي تعمل معاكي الحرافيش بتاعه الفراخ، بتكون خطيره. بس هنا برضو عادي عملت معايا هي حاجات بسيطه، بس مفيش مشكله. عايزه اقول لكم بس حاجه، ان البطاطس دي كانت مسلوقه نص سلقه. تمام كده. اتمنى وصفات تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.